قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. خلاص فاضل ايام بسيطه على العيد، ويا رب يبقى عيد سعيد عليكم كده يا رب، ودايما متجمعين يا رب، مش ناقصين حد ابدا. يلا بقى النهارده بقى هنعمل انتريه. بصوا احنا شلنا الشقه ومش عارفين نلمها، بجد شلناها ومش عارفين نلمها. نعمل خلطه كده بقى عشان نغسل المساحه، نغسل الانتريه وكمان نغسل الريسبشن معاه. اول حاجه جبت طبق كده، حطيت فيه بسم الله الرحمن الرحيم، حطيت فيه برسل جل، حطيت كمان صابون مواعين، وحطيت اريال، وحطيت كلوروكس الوان، وحطيت شويه بريكس وميه سخنه. قلبتهم خالص لحد ما دابوا خالص، وبعدين زودت عليهم ميه من الحنفيه عشان اقدر احط ايدي فيها، وجبت سفنجه بقى كده مش عايزاها. وبقى ايه زي ما انتوا شايفين بقى، قعدت انا واحمد الله نغسل الانتريه. بصوا هو بقى الانتريه انا كنت مغطياه، فهو كانش يعني ما غسلتوش قبل ما اغطيه، لبسته الكسوه بتاعته وما غسلتوش. معلش كان معايا مكالمه، شلت بقى الكسوه بقى كده، وقلت بقى ايه اديله كده تغسيله بنت حلال كده لحد ما يبلش ضحى. قلت بقى اجيبه ودعك واجيبه ودعك، بس انا بعصرها كويس لان انا مش عايزاه يتبل. يعني هو انا هجيب حته دلوقتي مبلوله اعصرها كويس، وبعدين اقوم ايه بقى الحاجات دي اقوم مظبطه. معلش نشره غسيل جوه لاني نشره بره، ونشره ناحيه، نشره سجاد الناحيه دي، ونشره الناحيه التانية هدوم، ودي هدوم. اول ما تشيلي الشقه بجد والله يا جماعه متعرفوش كميه الغسيل اللي بتتكون دي بتيجي منين. بس جبت طبق بقى، حطيت فيه فوطه كده نضيفه بتاعه المطبخ، وبقيت بقى ايه ابلها كده نص بله واشيل مكانها الصابون. بصوا بقى كده بعد ما خلصتها، بصوا شكلها اتغير خالص. بقى اروح بقى للكنبه التانية. انا مش هعمل معاكم الانتريه كله بصراحه، انا هوريكم الكنبتين وهكمل انا بقى الانتريه. بعدين بقى ان شاء الله اوريكم حته كمان من الريسبشن انا بعمله وانا بفرش بقى اوريكم النتيجه النهائيه على طول، لان انا ما عملتش، مش هينفع اعمل كله مره واحده، كل شويه بعمل حاجه. طبعا شايفين احباب الله عايزين يشمروا عشان يعملوا مع ماما ويبهدلوا الدنيا كالعاده. بقول لكم ايه بقى، كنت بكلمكم على الشقه. بجد يا جماعه الشقه بنشيلها ومش عارفين نلمها، بجد مش عارفه المها خالص، حاساها وسعت مني قوي. انا كل عيد كده على فكره، كل عيد اشيلها كده واحتس حوسها بليله بنيله، لاني استجد بنزله المغسله فبقى الارض بتبقى عريانه، فالدنيا بتبقى مبهوقه من كل حته، وكل واحد رامي حاجه في حته، كل حاجه مش موجوده في مكانها، وكل حاجه متبهدله ويا نهار ابيض. انا رحت فين؟ انا رحت ادلق الميه واغيرها عشان ايه اعمل ميه نضيفه المع بيها السوفه ديت ويجي. انا كل حاجه وحاجه كنت برمي الميه دي وبحط ميه غيرها. الجو كان حر اوي يا جماعه، الجو حر اوي النهارده، ما اعرفش، وجبنا لبس عيد شتوي وحاجه ما يعلم بها الا ربنا. والعيد مش عارفين حد ولا اتنين ولا ايه. انا بصراحه بحب افرش يوم الوقفه، بس للاسف هفرش بدري، انه يعني هفرش على بكره ان شاء الله هفرش وانزل لكم الفيديو. بس اللي هو لا، هحس الشقه هتتبهدل ومش هيبقى ليها كده الا هو العيد الاتنين، يعني مش تبقى كده منوره كده وحلوه، لا محتاره بصراحه مش عارفه اعمل ايه، اجلها شويه ولا خليني زي ما انا. بس شايفين انا بقى بالسفنجه ادي، وبعد ما اجيب بقى الحته دي بلها نص عصر كده، وبلم بقى الصابون والحاجات دي ترجع تاني فلها شويه منوره. شايفين؟ قولوا شايفين. قولوا شايفين يا حبيب قلبي. بصوا بقى انا جبت بقى بص خلاص انا كده غسلت الانتريه كله عملته بقى، يبقى معايا صابون واريال وكده، مش هرميه كده انا كنت عايزه اصبن الحيطه دي، فبنفس الصابون وبنفس كل حاجه مسكتها بقى كده، واديله ادي
تقولي طرحتك يا اتفك، اقول لكم الجو كان نار 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 نار. فكنت باجي اصور حته واقوم حاطه كده على دماغي، واول ما اقفل التليفون اقوم منزليها. مكنتش طايقاها بصراحه ولا طايقه الاسدال. الجو كان صعب والدنيا والعيال كمان مرمطوني، وصدقت بقى عملت اي حاجه. بس برضه هفضل اعمل كده. الحتت اللي فوق دي بقى دلوقتي هجيب لها اسمها ايه، الفرشة بتاعت البلاط كده على عصاية، واقوم حاطة فيها حتة كده فيها صابون، واقوم مسحة فيها السقف وكده، الحاجات اللي انا مش بطولها. هي امسح الاول بس انا بغسل، وبعدين بجيب حتة كده انشف بس مكان الصابون عشان ميبقاش مجير كده وعامل خطوط، لان انا الشقة عندي فاتحة فاي حاجة فيها بتبين بصراحة. طبعا شايفين احباب الله، نقولوا ما شاء الله، وربنا يخلي ويبارك، ويا رب كل اللي عايز عيل يديله 10 يا رب، وكل اللي معاه عيل ربنا يبارك له فيه ويجعله ذرية صالحة يا رب، هو وأمة محمد وعيالي كلهم يا رب. ويا رب كل اللي نفسه في عيل ربنا يرزقه 10 مش عيل واحد يا رب. ما يحرم اي حد ابدا من ان هو يسمع كلمة ماما او بابا، ربنا يرزق الناس كلها يا رب. بصوا يا جماعة، والله كنت لسه بتكلم مع ماما وقلنا الحمد لله كل واحد حقه وزيادة، كل واحد واخد ال24 قيراط بتوعه، فالحمد لله ربنا عادل جدا جدا جدا. كل واحد واخد بسم الله الرحمن الرحيم، كل واحد واخد نصيبه من الدنيا بكذا حاجة، صحة، مال، عيال، ستر، كلنا الحمد لله الحمد لله واخدين حقوقنا، والحمد لله احنا راضيين وشاكرين، وربنا يديم علينا يا رب، ويرزق كل الناس يا رب بأي حد بيتمنى. متنسوش بقى تحطوا لي لايك في الكومنتات، تحطوا لي لايك في الكومنتات، تحطوا لي لايك وتصلوا على النبي في الكومنتات، وتدعوا لي كده دعوة حلوة يا رب من قلبكم. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ويا رب ابقى خفيفة كده ولطيفة على قلوبكم. معرفش اول ما امسك التليفون وابقى اسجل فيديو المكالمات تنزل عليا ترف، معرفش غير كده. محدش اصلا بيرفع عليا السماعه يقول انتي من اهل مين، بس يلا وكتر خير اي حد بيسأل علينا وخلاص. طبعا بصوا انا جبتلكم من كل حته كده شويه عشان تشوفوا بس انا بعمل ايه، والباقي زي بعض. بس محبتش اطول الفيديو قوي لانه بيبقى كتير قوي قوي، وبقعد امنتج ومعنديش مساحه كمان. فالحمد لله شفتوني اهو بطوق الكنبه وما شاء الله. بس بقى كده بقى هكمل انا بقى الباقي، ومتنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، ويا رب يا رب يكون خفيف على قلوبكم، وان شاء الله عيد سعيد عليكم. انا مش هوريكم بقى الفرش الاخير، كله مره واحده بقى وانا بفرش. يلا حبايبي، يا رب يبقى فيديو لذيذ عليكم، يا رب ابقى خفيف على قلوبكم كده يا رب. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله لو عملت حاجه يعني. كل سنه وانتم طيبين، باي باي.